سي الدكتورة حميمية الزهراء جاية من الرباط ولا غادي تعطيها التموينات ديالها. Pour commencer, j'aimerais vous remercier de m'avoir donné la parole pour intervenir. J'aimerais rebondir sur ce que me disait tout à l'heure Aziz en particulier. Il m'a dit que ce n'est qu'une goutte d'eau. Bon, mais ce que je lui disais, avec beaucoup de gouttes d'eau, c'est comme ça qu'on remplit un verre. Si chacun d'entre nous y met un petit peu du sien, je pense qu'on arrivera à beaucoup. Et puis, c'est ce dont on parlait également tout à l'heure, comment ça s'appelle, pour améliorer les conditions des études des enfants, d'ailleurs, qui sont l'avenir de notre pays, pour améliorer leurs conditions d'études et pour arrêter de comparer à la ville, pour leur permettre de travailler dans des conditions similaires, si ce n'est meilleures que celles de la ville. À savoir avoir accès à l'eau, avoir des toilettes à proximité, être en contact avec l'outil informatique, tout ce dont ils auront besoin pour l'avenir. J'aimerais remercier tous les membres de l'association qui, même de loin ou de près, hein, c'est-à-dire des gens qui sont d'ici ou d'ailleurs, de beaucoup plus loin d'autres pays, qui ont en quelque sorte mis la main à la pâte et qui mettent du sien, qui consacrent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. J'aimerais les remercier. Merci. السلام عليكم. انا كنشكر الناس كاع اللي حضروا هنا وكنشكر هذا المستقبل هاد الاطفال وما نساوش الدراري اللي في الواد الاخضر اللي هما ما جاوش لهنا ما قدوش يجيو عندهم خدمه عندهم هذه ولكن يعني انا اكيد العقل ديالهم راه معنا دابا حاليا يعني حنا كنديروا المجهود ديالنا. انا شخصيا ما كنهضرش يعني واخا تولدت في فرنسا المغرب كيبقى هو المغرب كتبقى بلادي. يعني بنادم يمكن نوجه هذه الكلمه حتى لهاد الدراري ولو مشيت بغيت تمشي المغرب كتبقى بلادك وخصك تفكر تخدم في بلادك. واخا كتمشي حتى للامريكان ولا الاخر كتبقى واحد العلاقه مع المغرب وخصك يعني نتوما المستقبل وانتوما اللي غادي تخدموا هذه البلاد. حنا غير نفتحوا واحد الباب باش تعرفوا فين تمشيو الاتجاه اللي غادي تمشيو ليه. اما حنا فاتنا الوقت وكنشكر كاع الناس وكاع السلطه المحليه اللي عطاتنا اذن يعني هي بعدا في 2014 وكنشكر يعني كنشكر كاع الناس ديال هذا المغرب اللي كاين الامان ما نساوش كاين امان في هذا البلد الحمد لله وكنديروا المجهود والله يقبل. نديروا شي حاجه حنا اللي ما قارينش يكون درناها زمان. حنا خارجين الستينات بعدا عندنا 60 عام حتى 2000 ما درنا حتى حاجه. هادو يعرفوا بهم راه حنا ديمارين ان شاء الله. هما اللي عدلوا هادشي الدراري اللي قاريين لا اللي هنا ولا اللي غايبين. هما اللي وراونا وعاونونا وديماراو وعرفوا واش كيديروا ومشاو صيفطوا الوراق الباري حتى للرباط حتى القنصل. هما اللي عدلوا هذا الشيء باش تعرفوا. حنا ما عدلنا والو. هما اللي خدموا هاد اللي جون هادو من حيث قاريين جابهم الله. هما اللي عاونونا الله يرضي عليهم الله يعاونهم. وهذا الشيء نقدم لكم رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ بمجموعة مدارس بني دمان وأنا مولود الوزامي رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ بمدارس تحت الغسل وعضو بجامعة راس النخل. المهم كلمة الشكر والتقدير من طرف جمعية آباء وأمهات وأولياء تلاميذ مجموعة مدارس بني دمان ومدارس سطح المسجد. يتقدم أعضاء مكتب جمعية آباء وأمهات وأولياء مجموعة مدارس بني دمان ومجموعة مدارس سطح المغاسل وجميع المنخرطين وجميع الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني لجماعة راس الحصار بعميق شكرهم وامتنانهم للمجهودات الجبارة التي تقوم بها جمعية الوادي الأخضر بفرنسا وجمعية آفاق للتنمية القروية والتضامن والمحافظة على البيئة لإعادة المكان لإعادة الثوار التي تليق به وبتاريخه وموقعه الاستراتيجي والتي لقيت استحسانا ليس فقط من طرف الجمعيات والفعاليات السياسية ولكن حتى من طرف سكينة الثوار خاصة والجماعة عامة وهذا ليس بجديد عنكم وهو ما اتضح جليا من خلال الحضور المكثف لهذا اليوم الثقافي والتواصلي والترفيهي وإدخال الفرحة والسرور على تلاميذ فرعية زبزيل. كما نتمنى
كما نتمنى أن تعم مثل هذه الأنشطة جميع تراب الجامعة كما أشار السيد الرئيس. نتمنى مثلا مرة أخرى غير توصل مثلا تولي هذه الفرعية كفرعية نموذجية تعمم المسائل لجميع مدارس الجامعة. السيد رئيس جمعية الواد الأخضر، إننا كمجتمع مدني وفاعلين جمعويين ننوه بالمجهودات الجبارة التي تقومون بها في تكريس دور مغاربة العالم من خلال عقد اجتماعات ولقاءات تواصلية مع الفاعلين الجمعويين لتدارس وبحث مشاكل الجماعة عامة وحلها. وفقكم الله لما فيه خير لهذا الدوار الذي هو جزء من الجماعة التي هي جزء من هذا البلد العزيز الغالي علينا، راجيين من الله العلي القدير أن يحفظ ملكنا محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، وأن يقر عينه بولي عهده الأمير مولاي الحسن، وينشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملك مولاي رشيد وكافة الأسرة العلوية، إنه سميع مجيب الدعوات. والسلام عليكم. ما كنتش باغي ندير كلمه، ولكن بعض الاخوان الحوا غادي نحاول نشكر، واخا ما غاديش نقدر يعني نوفي الشكر الكامل للناس اللي ساهرين على هذا النشاط هذا النهار. اولا جمعيه افاق، حنا كنسيج جمعوي كنعرفوا الاخوان ديالنا في كنسيج جمعوي ديال راس القصر، كنعرفوا الاخوان ديالنا في جمعيه افاق، العمل اللي كيقوموا به والمجهودات اللي كيقوموا به رغم ما تعرفه الجمعيات محليا من ضعف الامكانيات، حتى قله الى بغينا نقولوا قله الاطر. الا ان هذا اليوم هذا وبشراكه مع الاخوان ديالنا في جمعيه الواد الاخضر، هذا هذه الشراكه هذه يعني شي حاجه اللي ستعطي العمل الجمعوي هنا في راس القصر، إذا استمرت التجربة واستطاعت أنها تحقق الأهداف اللي من أجلها تبنات وتكون نموذج لواحد المسار اللي ممكن تاخذوا جمعيات أخرى من خلال شراكات أخرى، ربما مع جمعيات أخرى خارج الوطن، يعني ديال مغاربة العالم، اللي غادي ياخذوا التجربه ديال جمعيه الواد الاخضر، هي النبراس، هي الموجه اللي ممكن يعطينا واحد لاكورس. بعض الاخوان الاخ عبد القادر قبيله تحدث على انهم كيلقاو مشكل مع الناس، كيتحرجوا مع الناس. علاش بالضبط؟ انا كنتذكر واحد المقوله ديال الاستاذ المختار السوسي، سئل لماذا تكتب عن سوس، علاش كتكتب غير على سوس، التاريخ ديال سوس؟ شنو قال؟ قال لهم اودي تاريخ المغرب هو تاريخ مناطق، ولو ان كل واحد اهتم بتاريخ منطقته غادي في الاخر غادي نجمعوا التاريخ ديال المغرب. نفس الشيء العمل التنموي هو عمل ممكن يكون في هذا الدوار، في دوار اخر، في دوار اخر، مجهودات هنا مجهودات لهيه، بالتالي غادي يعطينا واحد العمل تنموي في الجماعه في الاقليم وفي الوطن. مره اخرى كنشكر جمعيه افاق وجمعيه الواد الاخضر، وكنتمنى لهاد البراعم، هذا المستقبل ديال هذا الوطن، كنتمنى لهم التوفيق في حياتهم الدراسيه. وشكرا. الحضور الكريم، نبغي نشكر جمعيه الواد الاخضر جمعيه افاق على هاد البادره هذه اللي كتشجع المجتمع المدني ككل على ان نتحركوا ونعاونوا المنطقه ديالنا. السؤال ديالي اللي بغيت نطرح على جمعيه الواد الاخضر هي واش يعني المجال الاشتغال ديالها كيقتصر غير على بحال هاد المسائل ما هو مدرسي، او ممكن تدخل في مشاريع تنمويه اخرى؟ يعني حنا الوقيته اللي اسسنا الجمعيه نتاعنا، وصراحه اسسناها على انه التنميه الاجتماعيه والماء الصالح للشرب، وكان الهدف ديالنا باش خصنا الدور تاعنا يجيه الماء، ومن بعد الاعمال الاجتماعيه. هذا الشيء اللي كنديرو كله داخل في الاعمال الاجتماعيه، في التعليم، في الطريق، في كل ما هو يتعلق بالاعمال الاجتماعيه، كل شيء اللي كيخدم المصالح نتاع السكان تاع البلاد تاع هذا هو الهدف ديالنا. هو السؤال يعني نعرف واش بالامكان انه تكون مادام كاين شراكه مع
يعني المخاطب ديالنا هنا هي جمعيه افاق ان شاء الله، يعني تكون مقترحات ولا تقدر توصلكم وحنا اللي باش نرجعوا للسؤال تاع الشراكه، حنا كجمعيه فرنسيه العمل تاعنا فين كيختصر، الخدمه تاع فين كتحبس في الحدود. يعني حنا هنا غير هادشي اللي كنديروا كمساعده للافاق. حنا عندنا الشراكه، يعني جمعيه خارجيه خصها تكون عندها شراكه دائما مرغم عليها باش تكون عندها شراكه مع جمعيه داخليه. يعني حنا عندنا مرغمين، ماشي مرغمين، خصنا بالضروره اننا تكون عندنا واحد الشريك، والشريك اللي عندنا هنا وهو الافاق. داكشي اللي قلت لكم قبيله. اي حاجه الجمعيات اللي هنا في راس القصر وبغاو يدوزوا شي ميساج، بغاو شي حاجه يدوزوا مع افاق، لان عندنا حنا كونطرا مع افاق وندرسوا كل شيء. ماشي مانع، ماشي يعني اننا نخدموا غير مع افاق، واللي بغات افاق ولا اللي بغينا حنا هو باش نخدموا على يكون واحد العمل اداري ولا التسلسل الاداري. يعني كل واحد يكون في البلاصه تاعو، كل واحد باش يكون داك الشيء مطبق، يكون في بلاصتو، يكون ولا اون كادغي يكون. كنشكروا هذه المدرسه، هذه الجمعيه اللي عاونتنا. هذه الاستفاده اللي استفدتوا دابا شنو هو السبب ديالها؟ كنتو كتقراو هنا؟ كنا كنقراو هنايا ونجحنا. هي اش المستوى؟ السادس، مستوى السادس. ودابا بالنظر للمدرسه الاخرى اللي تقراو فيها، قريبه لهاد المجموعه ولا بعيده عليها؟ قريبه. شحال من كيلومتر كاع؟ تكون شي 30. ودابا هاد الجمعيه كتشكروا الجمعيه اللي جابت لكم هاد البسكليتات. علاش جابتهم لكم دابا؟ جابتهم لنا باش نبقاو نتنقلوا عليهم للمدرسه ديالنا. كنشكروا هاد الجمعيه اللي عاونتنا بزاف، لاننا نجحنا في هذا المستوى السادس. عطاوكم هاد البسكليتات؟ عطاونا هاد البسكليتات باش نتنقلوا عليهم، باش يعاونونا حتى في الدراسه نتاعنا ما ناخذوش بزاف د الوقت باش نمشيو ونوليو، وكنشكرهم بزاف. كنشكروا الجمعيه اللي عاونتنا وعطاتنا هاد البسكليتات باش نبقاو نتنقلوا عليهم للمدارس باش ما نستغلوش وقت طويل. شكرا. اشنو الجمعيه كسميت هاد الجمعيه اللي عاونتكم في هذا؟ واد الاخضر. فين كاينه هادي؟ جمعية افاق عندكم هنا، وجمعية واد فار فين كاينه؟ فرنسا. كنا اللي يضربوا فينا الفكر، وكيضربوا الفكر في وليداتنا وفي بلادهم، واخا هما خارج الوطن كيفكروا في بلادهم بزاف. وكنشكروا الجمعيه ديال الواد الاخضر وجمعيه افاق والناس اللي كيعاونوهم. كنشكروا هذه الجمعيه نتاع افاق وجمعيه نتاع الواد الاخضر على هذه المجهودات اللي كتبذل، وعلى هذه الالتفاته اللي كيشوفوا لهاد الاطفال، وكنشكروهم بزاف. اسيدي كنشكرهم على هذا الشيء، وكنشكروا على هذا الخير اللي عطاونا الدراري وطلعوا فيهم، والله يعاونهم الجميع ويسقي لهم ديال كل شيء. السلام عليكم. اولا انايا واحد العضو ولا نقولوا غير متتبعه الجمعيه ديال الواد الاخضر من الزاويه. صراحه انا تقريبا هذه عام كنتبع يعني الاعمال ديال هذه الجمعيه، وصراحه عجبتني حيت نورمالمون حنا كاملين يعني بهذا البريوارين كاملين بغض النظر عن القبائل ولا على الدواور، يعني خصنا صراحه نتعاونوا ما بيناتنا باش كل شيء يستافد. يعني عوض ما تكون هذه الجمعيه مثلا منحصره الاعمال ديالها غير في مثلا دوار زبزيط بالضبط، ولا علاش يعني ما يكونوش جمعيات ونتعاونوا ما بيناتنا، يكونوا جمعيات من مختلف الدواور وتكون يعني انشطه عامه في كل شيء الناس يستافدوا. كاين الدواور اللي بعاد، كاين اللي ما عندهمش حتى شي حاجه ادنى المستويات ديال التعليم. يعني ماذا بيا انايا نتعاونوا بلاد وحده، يعني نتعاونوا كاملين، وهذا الشيء اللي كاين. وشكرا بزاف للسي عبد القادر ولجمعيه الواد الاخضر على المجهودات ديالها.
هو باسم جمعيه اباء اولياء التلاميذ مجموعه مدارس بليدمال ومجموعه مدارس تحرماصي كنشكروا جمعيه الواد الاخضر على المجهودات الجباره اللي كتقوم بها سواء خارج الوطن او داخل الوطن، اللي كتفكر هذه المنطقه اللي محتاجه لهذا الدعم ومحتاجه الابناء ديالها اللي غيوقفوا معها. وكنتمنى من الجمعيه انها تعمم، لان السيد الرئيس شار بان غنعمموا جميع الضواوي وجميع المناطق وتكون منطقه نموذجيه، ولما لا جميع المدارس جامعه راس الأقصر يستافدوا من هذا الدعم ديال الجمعيه اللي كتكون به، ونعمموا وتكون الفائده اعم. ميم شي ديسبوزيسيون كتلقى منظر